اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو جديد ومعلومة جديدة. لو بتجددي بيتك أو بتجددي شقتك وعايزة تضيعي الشروخ اللي في الشقة بحاجة واحدة احنا كنا كلنا بنرموها، طبعا هتستفادي بيها، وإن شاء الله بعد كده مش هترميها أبدا وهتستفادي بيها كل مرة. بس تابعي معايا الفيديو للنهاية واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وحطي اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. اول حاجه وبسم الله، اللي هو الفل الابيض اللي في اطقم الصيني او بيجي مع الشاشات او التلاجات، اللي هو الفبر اللي هو الابيض اللي في حبيبات لازقه ببعضها دي، بنحط عليه بنزين وبيسيح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. البنزين بياكله بيخليه طارع عامل زي الملبن بالظبط. طبعا زي ما انتوا شايفين دي شروخ في البيت او في الجدران، الصنايعي ده يعني او النجاش هيفحرها كويس، يعني يوسع الشرخ شوية، وبعد كده هيحشي الشروخ ديت اللي انتوا شايفينها دي بالايه، بالفل اللي هو بعد ما مسحه وحط عليه بنزين. بس هيحط على الفل ده بعد ما طاره وبقى زي الملبن بالظبط، هيحط عليه جبس. الجبس هيمسكوا ببعضه ويخلي الشروخ تبقى ماسكة، يعني ما تتفتحش منكم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده الفيل هيحطوا طبعا عليه بنزين لغاية ما يسيح، وبعد كده يحطوا عليه كل شوية حبة جبس وحبة مية، وبعد كده ياخد حتة من الفل ده بعد ما طرى يقلبه كويس في بعضه لحد ما يبقى عامل زي المعجون بالظبط اللي هو الجاهز، المعجون اللي احنا بنجيبوه من عند الادوات يعني بتاعت البياضة وكده. واحسن كمان من المعجون اللي احنا بنجيبوه الجاهز اللي هو من عند الحاجات بتاعت البياض وكده. اهو زي ما انتوا شايفين حط شوية مية وحتة صغيرة من الفل ده بعد ما ساح، ويحط جبس وهيقلبوا بعضه كويس كويس خالص لغاية ما يبقى متماسك وعامل زي المعجون الجاهز بالظبط. الفكرة دي فكرة النجاش، وهي فكرة كويسة طبعا لان احنا عملناها برضو ودار بيها اي شرخ او شج في الحيطة. زي ما انتوا شايفين كده بقى عامل زي المعجون واحسن تمام، وتوفير فلوس في نفس الوقت. يعني جردل المعجون طبعا زمانه بمبلغ وقدره، ودي فكرة حلوة برضو ماهيش وحشة. اهو زي ما انتوا شايفين هيقلبوا كويس في بعضه، يعني حتة من الفيل وحبة جبس وحبة مي وقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يبقى معجون كده. خلاص لازم يخلطوا كله مع بعضه عشان يبقى ملمسه ناعم، ما يكونش في حتت مكتلة ولا كده. واكتبولي في التعليقات انه لون احطه في نلونه بيه الحيطان وكده. كذا حد يعني قال بيش سن الفيل ده اللي هو داخل على لون الكريم شوية او الفانيليا لاتيه، في الوان كتير فاتحة لازم يكون لون فاتح. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اهو بقى معجون واحسن كمان من المعجون الجاهز. بعد ما فتح الشوك بتاع الحيطة هيبدأ بقى معجونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويملى كل الشروخ اللي في الجدران عشان ما تفتحش تاني، وفي نفس الوقت اما يجي يدهن او يبيض الحيطة وكده ما يكونش فيها شروخ او يكون شكلها وحش. والفكرة حلوة وسهلة يعني مش مكلفة. الفل ده احنا كلنا بنرموه، فبعد كده يعني حافظوا عليه وكده عشان لو عوزتوه ولا كده تستعملوه تلاقوه موجود. وفكرة حلوة مش وحشة يعني. واللون الأخضر اللي هو قلب الخصاية ده هيتلغى طبعا وهنعمله لون تاني.
وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو بالحاجات الجديده اللي احنا عملناها برضو. بس ما تنسوش تحطوا اللايك، رجاء تحطوا لايك يا جماعه. ولو حابين تقولوا لي كلمه برضو تدونا رايكم برضو، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله باذن الله هشوفها واقراها. كده خلاص اهواتي. هو بتقوم يا جماعه اوضتين كبار بصالة بالمطبخ بالحمام، واحفظوا الشكل كويس عشان هيختلف تماما خالص، هتبقى هيتغير خالص بكل الالوان بكل حاجة اللي فيه. بعد ما معجنها طبعا وبال هو بالفل ده بعد ما نشفت، تاني يوم بقى جاب اللي هو الجردل المعجون اللي هو الجاهز، وهيمعجنها تاني عشان تبقى الحيطة ناعمة، مطرح برضو الشروخ دي كده نشفت، بس في ثواني بتنشف في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص. واللي هو الخلطة اللي هو عملها ديت بتنشف في ثواني. تاني يوم بقى جاب اللي هو المعجون اللي هو الجاهز ده، وحط عليه تاني على الشروخ مكان الشروخ تاني، عشان تبقى الحيطة ناعمة مكانها وكده، ما تبقاش فيها خرابيش، ما تبقاش وحشة. اهو زي ما انتوا شايفين ده بقى بالمعجون اللي هو الجاهز. وبعد كده هيصنفرها ويرجع بقى يتهن الوش الاخير، وان شاء الله اصور معاكم الحاجات دي. يعني اول حاجة فتح الشروخ ديت بمطرقة ولا بأي حاجة، وبعد كده عمل الفيل على الجبس وقلبهم مع بعض وحشي او ملا الشروخ دي، وبعد كده جاب معجون جاهز وبرضه عملها على الشروخ تاني عشان ما يبقاش ليها اي اثر خالص. والجردل الصغير ده يا بنات هو اللي بتاع المعجون اللي هو الجاهز.